بسم الله الرحمن الرحيم. كنا شرحنا فيديو سابق ازاي احسب الطول الموجي للموجات المستعرضة، وهسيب لكم الرابط في صندوق الوصف. الفيديو ده هنشرح ازاي نحسب الطول الموجي للموجة الطولية. تعالوا نشوف المثال ده. شوف احنا عندنا اهي المسألة دي بيقول احسب الطول الموجي لموجة طولية. المسافة بين التضاغط الثاني والخامس بتساوي 30 متر. زي ما تعلمنا الأول بنعمل دليل الحل. هنكتب دليل الحل. دليل الحل بنحط فيه معلوماتي. أول حاجة هو قال لي المسافة كام؟ هنقول بتساوي 30 متر. طب عايز أجيب عدد الموجات الكاملة، هقول عدد الموجات الكاملة هتساوي كام؟ وقال لي المسافة بين التضاغط الثاني والخامس، يبقى هقول 5 ناقص 2 هتساوي كام؟ 3. 3 موجات كاملة. طب نجي للقانون بتاعنا اللي احنا اتعلمنا بنجيب بيه الطول الموجي. الطول الموجي يساوي المسافة، لازم نكتب القانون الأول بعدين نعوض، على عدد الموجات الكاملة. خلاص. طيب هو قانون المسافة قلنا كام هنا؟ طلعت اهي 30، يبقى هقول 30. عدد الموجات الكاملة عندي 3، يبقى هيساوي كام؟ 10 متر. احنا قلنا لازم يكون الطول الموجي بالمتر. لو هو مديهاني هنا بالسنتي هجيب الأول في الآخر، بعد كده أروح محولة في الآخر. خلاص. طيب نجي نشوف المسألة الثانية. سنتيمتر. طيب هنا جايب لي رسمة زي دي. خلاص. وبيقول لي احسب الطول الموجي. خلاص. اول حاجه عشان احسب الطول الموجي اشوف المسافه جايبها بين مين اهي، بين تضاغط الاول والتضاغط كام؟ الثالث. اهو ده التضاغط الاول، الثاني، الثالث. المسافه ما بين مين؟ التضاغط الاول والثالث. هنعمل دليل الحل اهو. دليل الحل هنقول ف بتساوي 40 متر. طيب عدد الموجات الكامله هجيبها ازاي؟ التضاغط الاول وهو التضاغط الثالث، شايفين؟ يبقى هقول 3 ناقص 1 هتساوي كام؟ 2 موجة. طيب نجي نكتب القانون. الطول الموجي، طول الموجي بيساوي المسافة على عدد الموجات الكاملة. طيب المسافة عندي طلعناها كام اهي؟ بتساوي كام؟ 40. 40 عدد الموجات الكاملة طلعت كام؟ 2 على 2 هتساوي كام؟ 40 على 2 هتساوي كام؟ 20 متر. تمام. يبقى الفرق احنا كان اللي محيرنا ازاي اجيب عدد الموجات الكاملة. خلاص. يبقى عرفنا نجيب عدد الموجات الكاملة، بنطرح حسب ما هو مديني. خلاص. ارجو ان تكون الصورة وضحت. شكرا ليكم. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.